السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم السورية يعني ما فينا نقول عم تتطور، بس عم نشوف في ملاحظات عليها إشارة استفهام. هو إنه ما رح يجوا الطواويس واللاعبين اللي أعمارهم فوق 30 سنة، فلهيك فينا نقول شوي يعني، وفينا نتأمل شوي يعني، مو كتير بس لا بأس بها. اللاعب إلياس عجم، إلياس كريم عجم يمكن هيك اسمه. عنده أصول سورية، وحسب ما عم يتداولوا إنه رح يجي يمثل المنتخب. طبعا نتمنى هذا الشي، ونتمنى إعطاء الفرص للاعبين المحترفين، وندور كرمالنا أكتر على اللاعبين المحترفين ونجيبهم للمنتخبات، لأنه رح يعطوا الإضافة المناسبة. ويا ريت لسه في عنا نقص بكل المراكز، مو بس بالهجوم. يا ريت استيبان جليل يرجع لأنه حارس ممتاز، لأنه ما في عنا حارس تاني ممتاز مثل إلياس هدايا. عندك شاهر الشاكر مانو ممتاز يعني، ما فينا نقول عنه الطب. كمان مشان ما يرجع مدنية، نتمنى تجيبونا لاعبين أحسن من هيك. لسه ناقصنا حارس تاني ودفاع يعني، مش ولا بد أيهم موسو أحمد فقة. يا ريت يرجع بلال حلبوني، ويجيبون كم مدافع كمان ممتاز. لاعبين الوسط ما فينا نقول ممتاز. مثلا أحمد الدالي انصاب وما في مين يعوض مكانه. ما بعرف، يمكن جابرييل شو اسمه هذاك اللي بيلعب بصربيا، سيمون أمين، ما بعرف يمكن يرجع. ولسه ناقصنا كتير بصراحة يعني، فنتمنى شوي شوي نعالج الوضع أحسن، ما يرجع الدوامة اللي فتنا في 2024، هو إنه ما قدرنا نتأهل للتصفيات النهائية. وأعطوني رأيكم، شو رأيكم بهاللاعب؟ مثل ما شايفين في قائمة أفضل مواهب الدوري الأرجنتيني الممتاز، صاحب 19 عام، مراقب من أندية برازيلية وأرجنتينية. بالنسبة يعني ما بعرف، بتمنى يجي ونعطيه الفرصة وما نشوف واسطات ومحسوبيات. السلام عليكم.